ما نبدأ الملخص الجميل ده، كل الأجزاء هتلاقوها في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف. نروح لأحداث الفيلم. هنا ليلي قاعدة لوحدها بتبص في المراية وبتقول مع نفسها قد إيه هي حلوة ولطيفة وكيوت، وده كفاية يخلي أكسو يقع في حبها. بس هو بيعمل العكس، مع إن كل اللي معاها في الصف حتى اللي في المدرسة كلهم بيستنوا بس إشارة منها عكس أكسو، وده اللي مجنن ليلي. وبتقول أنا لازم أنتقم منه، كانت مشكلتي مع الشياطين بس دلوقتي مع أكسو نفسه. وبتقول حوريه النجوم في عز الظهر، بس طبعا أكسو ولا شايفها ولا كأنه بيعمل نفسه مش شايفها. وبتقول هو جايب الثقة دي كلها منين؟ هنا أكسو بيبصلها البصة دي، يبتسم ابتسامة الصفرة دي وبيرجع يلف في وشه كأنه ما حصلش أي حاجة. ليلي هنا بتتجنن، ايه ده؟ هو قصده ايه بالحركة دي؟ هو ناسي ان انا الملكة وان انا اقدر اعمل فيه العمايل يعني؟ وطبعا بتحاول تتملك نفسها وكأنه مفيش اي حاجة، وبتجرب طريقة تانية ان هي تخليه يغار. هنا بتناديه اكسو، هو انت شفت يوكي؟ اصله اتفقنا نتقابل في المكتبة. بس رد عليها اكسو كأن لمحته رايح المكتبة، يمكن هيسبقك للمكتبة. طبعا ليلي ما كانتش متوقعة منه الرد ده خالص، وبتشكره كأنه ما حصلش اي حاجة وهي بتجري بالشكل ده كيوت يعني. تفضل تبص عليه كده وبتقول كأني مش شامة ريحة غيرها يعني. طبعا بتقول ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ والاتنين دول بيشاوروا عليها كده. طبعا ليلي عندها معجبين كتير، رد عليهم السلام بالابتسامة الجميلة دي، يمكن دلوقتي ينفع. بس طبعا اكسو مش مركز معاها خالص، مركز مع التليفون. وبتقول مفيش اي حاجة بتنفع معاه. ايه ده؟ هو ما عندوش اي مشاعر ولا ايه؟ حامل ايه دلوقتي بالظبط؟ وبتكون عايزة تكسر المكان اللي هي قاعدة فيه. وبتقول ما عنديش اي حل تاني، في عندي الخيار ده يمكن ينفع معاه. وطبعا هو ماشي كده لوحده يعني مش عارف ايه اللي هيحصل له فجأة كده. بتيجي ليلي وبتفضل تجري كده. بصراحة انا مش فاهمة ايه الحركة دي، يعني يمكن تجيب نتيجة. ما علينا. ليلي بتفضل تجري وبتقول مش هسمح لك تتجاهلني اكتر من كده، انت ما تعرفنيش، انا الملاك واقوى بنت في المدرسة هنا، والكل بيستنى مني بس اشارة هوريك قوتي تقدر تعمل ايه. بتقف على السلم كده وبتقول انا بصطاد الشياطين، هغلب على شخص زيك. وبتنط النطة القوية دي. هنا لما بتقرب توصل للارض بتقول له انتبه. اكسو بتجيه الصدمة، هي دي جت منين؟ هنا بتقول له انتبه وبيقول لها هو انت اتأذيتي؟ مش عايز يجرالك اي حاجة في وشك الجميل ده. طبعا البت خلاص دب دوبان، وبتقول مع نفسها وانا جاي علشان اوقعه يقوم هو موقعني. وبيقول لها واضح ان انت مش كويسه خالص، خلينا نروح لمكتبه الممرضه. مش بتوافق، بس طبعا بيجيبها غصبا عنها. وبتقول له ما حصلش اي حاجه يعني، يستاهل كل ده. بيرد عليها اتمنى ما يكونش اي حاجه خطيره على حياتك. نعم ايه اللي حصل يعني؟ هي نطه يعني. وبتفضل تفكر كده ايه اللي بيحصل لي. وهنا دي بتتجسس في اللابتوب بيحصل ايه، وعامله نفسها هي الممرضه. هنا طبعا اكسو بيتكسف علشان ليلي بتحاول تقرب منه بطريقه يعني كده، وبيقول لها انت بجد بنت غبيه. نعم. طبعا البنت بتجيلها الصدمه، ما ينفعش معاها اي حاجه ده خالص، وبترجع تتكسف وبتقول له احسن حاجه نشرب الميه دي وخلاص، كل واحد يروح لمكانه. طبعا بيقول لها خليكي ترتاحي شويه بعدين نروح. رد عليه طب انت مش هتشرب الميه بتاعتك؟ اشربها يمكن تنفعك. ليلي خلاص كأنها استسلمت. اما يوكا بقى بتقول لها بقالك يومين مش على بعضك، ايه اللي بيحصل معاكي بالظبط؟ بصراحه حالتك صعبه. هنا هما راجعين من المدرسة. أكسو بيقول لها هو انت النهاردة مش هتصطادي الشياطين؟ بترد عليه بصراحة كنت هروح علشان اصطاد الشياطين بس عندي مخطط تاني. ايه المخطط في نظركم يعني؟ بتقول له هعزمك على الغدا. بتجي الصدمة أكسو نعم. بتقول له طبعا. هنا بيقول لها هو انت بتعرفي تطبخي؟ بترد عليه جرب واحكم. هنا بتلبس لبس المطبخ، اللبس الجميل ده اللي كيوت. لما بيبص لها أكسو بيستغرب. نعم لبس جميل قوي خصوصا على ليلي، لايق عليها علشان هي بنت جميلة وكيوت. بتتكسف البنت. هنا بتحضر له الاكل ده، بيتفاجئ ليلي حضرت الاكل ده يعني. بتقول له يلا كل ورد عليا. هنا بتقول له هو انت ايه اللي بيجرى لك؟ جات لك الصدمة يعني؟ لما بيدوق الاكل بيقول جميل جدا. طبعا بتبقى مراقباه وبيقول لها تعالي هنا اكلك جميل. هنا بتقول له هو انت بتاكل ايه في العادة يعني؟ بيرد عليها بصراحة بحب الفلفل الأخضر. نعم في حد ياكل الفلفل الأخضر؟ هنا ليلي بتفضل تضحك كده وبتقوله على فكرة
دي مش وجبة رئيسية علشان تقول فلفل أخضر. الولد بيتكسف وبيقول لها ما أنا بحبها يعني هعمل إيه، وبتقول له ما علينا كل الأكل ده بعدين رد عليا، وبيقول لها ممكن تكوني ألطف من كده يعني. طبعا هي بيكون ما عندهاش وقت علشان بتضحك عليه لما لها الفلفل والكلام ده. هنا بيقول لها خلينا نتفرج حاجة أنا وياكي، وبتقول له بس في لسه حلو كمان. نعم. هنا بيقول لها خلينا نتفرج على الحشرات، بس مش بتوافق وبيقول لها يعني انت بتكرهي الحشرات. بتقول له خد العلقة دي بقى. هنا طبعا من خناقة لخناقة ومش عايزين يتفقوا مع بعض وكده. بعدين الحمد لله اتفقوا واختاروا ان هما يتفرجوا الفيلم ده. بصراحة الفيلم ده كان رومانسي وكلهم قاعدين وهما مكسوفين من بعض. ينفع كده؟ ما كنت اتفرجتي فيلم الحشرات وخلاص. اللي عايزة تتهرب بأي طريقة بس قلبها بيكون بيدق بسرعة وبتقول ايه اللي بيحصل معايا بالظبط. اما هو خلاص رايح لبيته بس كان كمان قلبه بيدق بسرعة وبيقول هو ايه اللي بيحصل معايا، مستحيل اقع في حبها. حتى هي بتصحى وبتقول مش ممكن انا اللي اقع في حبه. والاتنين مش عايزين يستسلموا عشان هما الاتنين اعند من بعض. في الحلقة القادمة هنعرف ايه اللي هيحصل بينهم. يلا سلام.